محمد بسام ينقذ منتخب مصر من الهزيمة. انقاذ تاريخي فعلا لبسام في انفراد صريح. قدر بسام ينقذ كورة ثم المنتخب المصري يعود بضربة جزاء لمروان حمدي. بصراحة اللي لبس حارس المرمى في ضربة الجزاء وأحرزها قفشة. مصر تتعادل مع الكويت 1-1 في أول مباراة في كأس العرب للمحلين. الصراحة بطولة مميزة. لازم نقول إن حلمي طولان ولاعيبة مصر دفع الثمن الشوط الأول وإهدار الفرص. منتخب مصر في الشوط الأول أضاع أكتر من 3-4 فرص محققة، بالإضافة إلى ضربة جزاء ضيعها عمرو السولية. ما تعرفش عمرو السولية عمل ضربة الجزاء دي إزاي، شاتها بشكل غريب شكل عجيب، حطها بره الجون زي اللي داخل ملهوش نفس يشوط ركلة الجزاء. لكن التعادل نقدر نقول عادل على مجريات المباراة، لأن الفريق الكويتي رغم ان امكانياته على قده سحب المنتخب المصري في الشوط الاول وبياخده للشوط الثاني وبالكوره ثابته. اسلام عيسى اللي قد كده ماسك المهاجم اللي طول قد كده اللي احرز الهدف في منتخب مصر. لكن عايزين نتكلم ونقول